السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي المصري، طبعا الكل دلوقتي بيترقب بحذر ومستني نتيجة الاجتماع. طبعا في قطاع النهاردة شايف ان هيتم تعويم الجنيه، وفي قطاع تاني شايف ان النهاردة هيتم تثبيت سعر الفايدة، وفي قطاع ثالث شايف انه هيتم تحريك سعر الفايدة من 2 ل 3%. طبعا الكل بيترقب بحذر ومستني نتيجة الاجتماع. يا ترى ايه اقرب سيناريو من الثلاثة؟ طبعا شفنا امبارح السوق السوداء وهي مضطربة، وشفنا امبارح اهتزاز في السوق السوداء ونزلت من جنيه ل6 جنيه في 5 دقايق. وطبعا الكل قال السوق السوداء هتنهار، والكل قال ده نزول وهمي. يا ترى كان ايه الاصح فيهم؟ وشفنا امبارح البنك الفيدرالي الامريكي ثبت الفايدة، والكل كان مستني ان البنك الفيدرالي الامريكي هيبدأ ان هو يخفض الفايدة في شهر مارس اللي جاي. ولكن كالعادة طلعت جيروم باول وقال تصريحات منافية تماما مع اللي كان بيتقال قبل كده. النتيجة بتاعة تثبيت الفيدرالي للفايدة وهيعكس ازاي على الاسواق، ونتكلم النهاردة يا ترى هيكون اجتماع المركزي المصري نتيجته هتكون ايه. ما تنساش تعمل لايك ويلا بينا. السلام عليكم. طبعا اي حد من حضراتكم حابب ان هو يتواصل معايا بشكل شخصي، ممكن يتواصل معايا عن طريق لينك الواتساب او التليجرام، بسيبه لحضرتك تحت في اول تعليق، ده بيبقى اسرع كمان من اليوتيوب. امبارح الاربع يوم 31 يناير 2024 كان في اجتماع للبنك الفيدرالي الامريكي، وطبعا الكل طلع وقال ان الفيدرالي كان هيثبت لان التوقعات كلها كانت رايحة ناحية التثبيت. والكل كان متوقع ان جيروم باول هيطلع بعد الاجتماع دوت وهيتكلم وهيقول ان الفيدرالي الامريكي هيبدأ يخفض الفايدة في مارس 2024 القادم. ولكن كالعادة وكعادة جيروم باول طلع واتكلم وقال ان الفيدرالي الامريكي لسه هيتشدد في سياسته النقدية، ولسه هيسيب الباب موارب للبيانات الاقتصادية. وطبعا الساعة 2:30 عصرا طلعت وكتبت بوست موجود على التليجرام، تقدر تدخل وتشوفه. قلت فيه بنسبة 99% ان الاسواق شايفة ان الفيدرالي هيثبت سعر الفايدة، وفعلا ده اللي حصل وثبت سعر الفايدة. ولكن قلت مش الفيدرالي مش هيسلم الدولار للعالم كله كده بسهولة ويبدأ ان هو ينخفض والذهب قصاده يعلى، انما هيسيب الباب موارب للبيانات. دي عادة الفيدرالي، مش هنبدأ نشوف قرارات فعلية وحاسمة من الفيدرالي الا من النص الثاني من عام 2024، وبالتحديد بعد شهر 6 يبدأ ناخد الكلام على محمل الجد من الفيدرالي. لكن دلوقتي الفيدرالي ما زال بيلاعب الكل وبيلاعب العالم كله. حاليا لسه شوية على خفض الفايدة في أمريكا، لسه اللعبة مستمرة ما بين الصين وما بين فرنسا وما بين أمريكا. علشان كده مش عايزك تسبق الأحداث، لسه ياما في الجراب يحاوي. ده بما يخص جيروم باول. طبعا اتفاجئنا كلنا ان يوم الاربع امبارح البورصة فتحت على خسائر 6%، وبعدها شفنا اهتزاز في سعر الدولار في السوق السوداء، وشفناه نزل من جنيه ل6 جنيه في 5 دقايق. والكل قال لك خلاص البالونه وهتفرقع، والكل قال لك انهيار في السوق السوداء في مصر. ولكن طبعا خليني اقول لك ان الاشاعات دلوقتي هي المحرك رقم 1 للاقتصاد في مصر. وخليني اقول لك ان الكل مستني رد فعل من الحكومة على الاسعار اللي احنا بنسمعها دلوقتي في السوق السوداء. وعشان كده كانت الاشاعات ان النهارده الخميس في تعويم، الكل قال لك خلاص في انهيار والدنيا هتبدا تنزل. شفنا البورصه الصبح عماله فاتحه على خسائر، وشفنا بعد كده اهتزاز في السوق السوداء، والكل كان مستني رده الفعل. بس خليني اقول لك ان الاشاعات هي السبب، وان النهارده الكلام عشان اجتماع البنك المركزي هو كان السبب. لان احنا خليني اقول لك الاقتصاد بيتاثر بالاخبار قبل الفعل. لسه الاقتصاد ما شافش ردة فعل من اجتماع المركز النهاردة، ولكن في كل الأحوال خليني أقول لك إن إحنا مش هنسبق الأحداث. سؤال دلوقتي، في تعويم للجنيه النهاردة ولا لأ؟ خليني أقولها لك وقولا واحدا، مفيش تعويم للجنيه النهاردة. لازم عشان حضرتك تكون فاهم يعني إيه تعويم للجنيه، ده لازم يبقى قبليه خطوات استباقية. مفيش حاجة اسمها تصحى الصبح تلاقي تعويم للجنيه على الفرق الكبير اللي حاصل دلوقتي بين السوق السوداء والسعر الرسمي اللي موجود في البنك حوالي 40 جنيه. دلوقتي لو حصل ايا كان الرقم اللي هتوصل عليه في التعويم مش هيبقى مجزي، وهيبقى التعويم فقد المصداقية بتاعته. انما خليني اقول لك ان النهاردة لازم تكون مستني حاجة من الاتنين،
يا اما تثبيت لسعر الفايده، يا اما رفع لسعر الفايده 200 نقطه اساس او 300 نقطه اساس او 2 ل 3%. غير كده لا. وخليني اقول لك في حاله التثبيت يحصل ايه، وخليني اقول لك في حاله الرفع هيحصل ايه. في حالة تثبيت سعر الفايدة هيبقى الوضع على ما هو عليه، وهنكمل زي ما احنا. السوق رايح إلى ما لا نهاية، والسوق رايح لتطلعات 100 جنيه للدولار الواحد. إنما لو رايح ناحية الرفع عشان يرفع النهاردة 200 أو 300 نقطة أساس، إذن هو ده نتيجة الاجتماع كله، مفيش من وراه تعويم. لكن استنى الأسبوع اللي جاي البنك الأهلي وبنك مصر يطرحوا شهادات أعلى من شهادات ال27، لأن امبارح غالبا هيبقى آخر شهادات ال27. لكن استنى شهادات جديدة لو تم تحريك أو تم رفع سعر الفايدة. استنى الأسبوع اللي جاي شهادات أعلى، وبناء عليه الشهادات دي هتفضل من 10 ل 15 يوم عشان تبدأ هي كمان تلم السيولة الباقية من الناس اللي ما راحتش ناحية البنك، ولا الناس اللي راحت ناحية الذهب ولسه محتفظة بالسيولة بتاعتها. ما ينفعش يحصل تعويم على الأسعار الحالية. لازما عشان تكون فاهم، لو تم تحريك أو تم رفع سعر الفايدة، الدولار في السوق السوداء مش هيكمل رفع، يا إما هيثبت وينزل حاجات بسيطة، وبعد كده تبدأ الأسبوع اللي جاي يبدأ يطرح شهادات جديدة. الشهادات دي وبناء عليها الكل خلاص هيبقى عارف إن التعويم جاي، والكل اللي حافظ دلوقتي الذهب والدولار هيبدأ إن هو يروح يتخلص منه ويبيعه. أنا بكلم حضرتك هنا على المضارب عشان يرجع تاني يستنى لما التعويم يجي والسعر ينزل ويشتري من تحت. بناء عليها هنا العرض والطلب، هنا العرض هيبقى أكبر من الطلب، عشان كده السعر هتلاقيه نزل 10 و11 و12 جنيه في يومين أو 3 أو 4 بالكتير. إذن هنا السعر هيبقى بنتكلم في 60 و59 و58. هنا لما اخد التعويم وعوم على 42 وانزل بيه لحد 39 وال 38، هنا كده واقعيا اللي انا بكلم حضرتك بيه ده اقتصاديا. سيبك من العك اللي انت شايفه، لان اقتصاد مصر دلوقتي ماشي اي حاجه في اي حاجه، محدش بقى عارف احنا رايحين على فين، ولا حتى يعني مش عايز اتكلم ولا عايز انفعل ولا عايز ادخل في تفاصيل، ولكن خلينا نتكلم هنا اقتصاديا وعن الذهب بس. في الاول وفي الاخر اللي انا بقوله لك دي وجهة نظري، ومش بلزم اي حد من حضراتكم بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار سيبولي في الكومنتات وهرد عليه. سلام.